للأسف كانت متوقعة. الزمالك بيخسر من سيراميكا كليوباترا في دور ال16 من بطولة الكاس وبيغادر البطولة. سيراميكا كليوباترا. الزمالك بيخسر من سيراميكا يونايتد. الزمالك بيخسر من سيراميكا سيتي. ايه الفرق اللي احنا بنلعبها دي يا جدعان؟ اقسم بالله فرقة. انا ما شفتش فرقه الموسم ده بتلعب كره زي اللي سيراميكا كانت بتلعبها النهارده. سيبك من اي حاجه ليها علاقه بالزمالك، سيبك من ظروف الزمالك ومشاكل الزمالك، غيابات الزمالك، اصابات الزمالك، الظروف اللي موجود فيها نادي الزمالك، المشاكل الاداريه اللي موجود فيها نادي الزمالك، المدير الفني المؤقت اللي بيدرب نادي الزمالك، عدم حضور جماهير نادي الزمالك، المباراه اللي محطوطه في فتره مضغوطه لنادي الزمالك. سيبك من كل ده، سيبك من كل ده. ايه الكره اللي بتلعبها سيراميكا كيلوباترا دي؟ سيراميكا كيلوباترا النهارده بيفكروني بليستر سيتي 2015، بيفكروني ببرشلونه نسخه بيب جوارديولا، بيفكروني بارسنال ميكيل ارتيتا. فرقه متميزه في كل حاجه، في كل حاجه. هجوم وهم بيهاجموا، ضغط عالي، سلاسه في نقل اللعب، امكانيات عاليه قوي. وفي نفس الوقت لما حب يقفل عليك الماتش ويقفل دفاعاته انت ما عرفتش تتعامل معاه. عندهم صلابه دفاعيه مش طبيعيه. فسيراميكا كيلوباترا كان يستحق النهارده انه يكسب الزمالك، لان الزمالك كل المعطيات قبل الماتش بتقول انه هيخسر. كل المعطيات، مش فكره بقى ازمه ايقاف القيد واصل الزمالك بمشاكله الاداريه والساوند الشهير اللي انت بتسمعه في الفتره الاخيره. لا، في معطيات زياده. الزمالك بيلعب من غير جمهوره. الزمالك بيلعب في فتره مضغوطه. اخر 10 ايام الزمالك لعب حوالي 4 مباريات. الزمالك جاي من ماتش مرهق جدا بدنيا امام كايزر تشيفز، وده اللي احنا قلناه. الماتش ده كان لازم يتاجل. الماتش ده ميعاده ما كانش مناسب لظروف الفرقه. يا اما انزل العب الماتش واخسر واقفل بقك. ضيف على كده بقى حكم المباراه. انت بتتكلم على حكم المباراه النهارده بسيوني عايز يثبت لمصر كلها ان هو مش زملكاوي بعد كل اللي جمهور الاهلي عملوا معاه الفتره الاخيره على حساب انا. عايز يثبت ده على حساب انا. النهارده بيحسب ضربه جزاء وهميه لسيراميكا كيلوباترا والحمد لله بتضيع. لكن بعيدا عن ضربه الجزاء وبعيدا عن الحكم، سيراميكا يستحق. انت ما جيتش النهارده. اداره فنيه خاطئه من الكابتن معتمد جمال، بدايه تشكيل خاطئه من الكابتن معتمد جمال، ولكن الراجل معذور. الراجل في الاول وفي الاخر مالكش انك تلومه، مالكش انت تقول له انت لعبت ليه بالتشكيله دي؟ هو انت ليه بدات بسيف الدين الجزيري؟ هو انت ليه بدات باحمد حمدي؟ هو انت ليه بتلعب بمحمد شحاته 6؟ هفضل اقولها طول عمري، محمد شحاته مش 6. انت خسرت ماتش النهارده ده منين ما محمد اسماعيل خرج، ومحمد اسماعيل طبيعي كان مرهق وكان لازم يخرج، بس محمد اسماعيل ده ما كانش ينفع يخرج من الملعب. هتخرجه يبقى تنزل احمد ربيع، لكن محمد شحاته مش 6. النهارده الكره بتاعت بالحاج دي شاطها كده بالاريحيه دي عشان ما فيش ديفندر في الملعب. مفيش ديفندر موجود عندك. محمد شحاته مش 6، محمد شحاته مش